لتبتي في المشكل بكيفية نهائية. وتصبح جات شعبي العزيز الأجوبة على الأسئلة بثلاثة. أولا، اعترفت المحكمة بأنه لها الصلاحية باش تنظر في الملف وتحكم في الملف. من بعد قالت هناك مشكل قانوني بين المغرب وبين اسبانيا، فسمحت لنا باش يكون عندنا قاضي خاص يمثلنا في شخص السيد بوني. بعد غد أو في كذا من سنة مع الشعب المغربي سنلتقي. سيأتي اليوم الذي نلتقي فيه مع الشعب المغربي، فلهذا ما نسبش أبدا المستقبل ونقولوها بكلمات بسيطة، بكلمات واضحة. أما بالنسبة للشعب المغربي المدفوع المغلوب على أمره، اللي هو مدفوع في سياسة الهروب إلى الأمام، علينا نحن كأبناء شعب خارج من السماء، مناش مبعوثين من السماء، أن ننظر دائما للمستقبل. وحتى القوات المسلحة المغربية نقول لها قد يزج بك مرة أخرى في سياسة هي ليست في صالح المغرب، هي ليست في صالح المغرب وليست في صالح الشعب المغربي. هذه القوات المسلحة نتمنى أن تنظر وأن تفكر فيما حولها. ثم أجابت المحكمة على السؤال الثاني: لم تكن الصحراء أرضا مواتا، بمعنى لما جات اسبانيا ما لقاتش أمامها الفراغ. ثم أجابت أخيرا محكمة العدل على السؤال الثالث: ما هي العلاقات التي كانت موجودة بين الصحراء وبين المغرب؟ وهنا غادي نقول لكم النص بالفرنسوية، وتقدر أنني النص حفظته إلا الذاكرة ديالي ما خانتنيش. تقول: Elle reconnaît l'existence de liens juridiques de souveraineté, d'allégeance entre les rois du Maroc et les populations du Sahara. وتعترف هناك بروابط قانونية وروابط بيعة، لأنني نفسر في القانون الدولي الإسلامي أن هناك الروابط القانونية وهناك روابط البيعة. ورغم ما قلته أيها الإخوة، فإن الجزائر تبقى دائما على استعداد اليوم، غدا، بعد غد، للمساهمة بالطرق السلمية في إيجاد كل مشكل أو في إيجاد الحلول لكل مشكل يطرأ في منطقتنا. ونحن على استعداد أن نساهم ولو بنصيب محدود في حل هذا المشكل الدامي، مشكل الصحراء الغربية. وقد أعلنا عن استعدادنا مرات ومرات لحضور مؤتمر القمة الإفريقي لمعالجة هذه القضية. بقينا ناقصنا نمشيو ندخلوا لمحلنا. الصحراء تفتحت لنا أبوابها قانونيا، اعترف لنا العالم بأسره على أنه كانت من قديم الزمن ديالتنا، اعترف لنا العالم بأسره على أنه
كانت بيننا وبينها روابط، وديك الروابط ما جاتش وتقطعت بالقطع المستعمر. إذن علينا أن نقوم بالتزاماتنا. كيف غادي نلتحقوا به؟ ما هي الطريق التي سنستعملها؟ أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. فالجزائر انتهجت وتنتهج طريق الشرعية الدولية، وسنبقى سائرين في هذه الطريق، وسيبقى دائما شعارنا العمل واليقظة. العمل من أجل تدعيم الثورة، واليقظة من أجل الدفاع عن الثورة. كيف غتكون هذه المسيرة؟ هذه المسيرة غادي يشاركوا فيها 350 ألف نتاع السكان. شعبي العزيز، عليك أن تقدر وتفكر وتقيم أشنو هي 350 ألف ديال السكان. 10% منها ديال النساء. مسيرة غادي نمشيو فيها بلا سلاح. خصنا نتفقوا على هذه، حنا ما تنحاربوش، وما يمكنناش نحاربوا اسبانيا، لانه الان اسبانيا ما بقى لها باب دخول. ما تنحاربوش اسبانيا، وتنطلبوا من اسبانيا من الان تسجل علينا على اننا ما غادي نحاربوش اسبانيا، وما شاهرين شي عليها الحرب، وانه فيما اذا ماتت روح مغربيه او هلك مغربي واحد، راهي مسؤوله به امام الراي العام ديالها والراي العام المغربي والراي العام العالمي، بحيث تنقول اسبانيا 350 ألف مغربي ومغربيه غادي يمشيو يدخلوا للصحراء، ما بينا وبينك حتى حرب، مع ان معك مشكل، ولا سيما انك انت قررتي انك غادي تخرجي اسبانيا، وخرجي وخلي المحل لولادو والاهلو والسكانو. ولكن مقابل هذا تنقول ان المغرب مستعد، بل من الواجب عليه ان يقوم بواجب الدفاع عن النفس وحفظ الكرامه وصيانه الارواح فيما اذا وجد في طريقه حاجزا غير حاجز إسباني. أما كل حاجز إسباني لقينا في طريقنا أنا تنقول لهم ما غادي نحاربوكمش، فإذا ما عندكم لاش تحاربونا. بالحق إلا كان هو